السلام عليكم احلى متابعين. النهارده عايزين نعمل البقسماط والباتون ساليه من عجينه واحده. شوف لونه والله، بس هنشوف بس الوراق المقادير ونشوف طريقه التحضير. اول حاجه هعملها احط معلقه سكر زي ما انتم شايفين كده، تمام، ومعلقه ملح، تمام، معلقه كده ملح، تمام، تمام، يبقى كده معلقه سكر الجواف، المقادير الجواف معلقه سكر ومعلقه ملح وخميره زي ما انتم شايفين، معلقه خميره كبيره كده. خلي بالكم الكيس الخميره خفوه قوي، يعني ما بقاش زي الاول بلاش نعرف نعايره، بس هي تحط معلقه، هنحط معلقه كبيره كده خميره زي ما انتم شايفين، ونبدا نقلب المواد الجافه. بسم الله كده اهو زي ما انتم شايفين كده، ببدا اقلب المواد الجافه. الناس اللي بتحط الخميره على جنب ولوحدها والقصه دي، انا طالما يا جماعه المره الثانيه والثالثه والرابعه بقولها لكم، ادام متاكدين من الخميره بتاعتكم والميه بتاعتكم دافيه فما تقلقوش، الخميره حطوها في الدقيق كده عادي. وعشان بقى نعمل بقى حاجه كده ريتش قوي يعني غنيه، البقسماط اللي هو اللي بيعملوه في الافران بالزيت، فاحنا هناخد كده ايه 3/4 كوبايه سمنه كده زي ما انتم شايفين. اللي حابب يعملها زيت بس مفيش مشكله، اللي حابب يعملها ميكس برده مفيش مشكله. هنبدا بقى نفرك السمنه كده اهو، وهي كده سايحه، مش سايحه، هي مش سايحه على فكره، هي مش سمنه، مش سايحه، السمنه كتل. وهنبدا نفركها ونخلطها ايه كده ايه في الدقيق عشان نعمل احلى بقسماط مع باتون ساليه من عجينه واحده. شوف لونه هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. هبتدي كده اخلط السمنه مع الدقيق لحد يمتزجوا مع بعضهم. لو عايزوا ماده دهنيه تاني انا بقى هعمل ميكس تاني من ايه، من الزيت. فانا قلت لكم بقى اللي حابب يعملها كلها سمنه كلها ممكن، اللي حابب يعملها زيت لوحدها كويس. الافران بتعمل زيت عشان خاطر يوفروا شويه ايه في التكاليف، عشان خاطر يعني فاهمين يكسبوا يعني وكده. خلاص هبتدي كده ايه اعمل الخليط كده، شكلها نص سمنتين لان ده كيلو دقيق، ده معدل كيلو دقيق اهو. السمنه كلها اتخلطت اهي مع بعضها، انا عايزاها كده تبقى الخليطه كده ايه زي الرمل، وبعد كده ابقى امسك البتاع في ايدي لسه بتفك. فابتدي اعمل ايه، هاخد زيت زي ما انتم شايفين كده وهحيلها حاجه هحيل العجينه حاجه انزل كده زي ما انتم شايفين اهو بالراحه مش كتير، يعني الماده الدهنيه احطها بالراحه عشان ما يبقاش الماده الدهنيه فيها عاليه قوي. ودي بقى ايه تمام، مش عايزين نعجن فيه قوي عشان ما يطلعش الجلوتين بتاعه. وابتدي بقى ايه زي ما انتم شايفين اوزع كده معايا اهو، اخلط المكونات كلها مع بعضها معايا عشان نعمل بقسماط وباتون ساليه من عجينه واحده. يعني مش هجيب ده مع ده واعمل ده، لا، هخلطهم واطلعهم الاثنين ان شاء الله باذن واحد تعالى من عجينه واحده. بس الاول نخلط المكونات مع بعضها وتمتزج مع بعضها، يبقى العجينه كده ايه زي الرمل معايا، زي ما اتفقنا كده تبقى العجينه ايه شبه الرمل. خلاص ادينا اهو بنخلط المكونات الدهنيه مع بعضها، حطينا 3/4 كوبايه من السمنه على يعتبر ربع كوبايه من الزيت، يعتبر كده كوبايه كامله عشان نعمل احلى بقسماط وباتون ساليه. ايه بقى اللي هيخلينا نعرف ان خلاص العجينه كده كفايه كده مش هتعوز ماده دهنيه؟ لما نيجي نمسك كده الدقيق كده اهو يتمسك معانا زي كده زي ما انتم شايفين اهي، بتروح وتيجي اهي. انا لسه برده ايه مستمره في الخلط اهو معايا من فوق لتحت، وبوزع كل المكونات اهي مع بعضها حتى الدقيق يتحول للون الاصفر، تمام، ما بقاش الابيض زي ما كنا عاملينه في الاول، لا بقى اللون الاصفر. فكده اعرف ان خلاص كده البقسماط والباتون ساليه ابتدى يمتزج، تمام اهو. عشان اتاكد تاني اهو مسكت الدقيق على بعضيه كده اهو، اهي بتروح وتيجي معايا. نبتدي بقى ايه تاني يا شيخ هنعمل ايه، هننزل بالميه الدافيه، بس هننزل بالراحه معايا لحد بس ما نعجن بس الدقيق ويمسك ايه في بعض اهو. نرش رشه كده ونبتدي نوزعها، شايفين اهو. هبتدي اوزعها لحد ما تعمل ايه عجينه ايه متماسكه، مش عجينه سايبه، لا، عجينه تكون متماسكه اهو زي ما انتم شايفين اهو. اسهل من العجان، ولا اجيب عجان وهعجن، لا، انا هعجنها بايدي من غير عجان، بدون عجان اهو. بدات تتماسك معايا اهي زي ما انتم شايفين اهو. ادي الجزء اهو الاولاني، والجزء الثاني هننزل برده شويه ميه دافيين، هنسم بس عليها كده بحيث ان انا العجينه تمسك في بعضها وتبقى متماسكه اهي، واحده واحده كده لحد ما نسيس العجينه معايا اهو زي ما انتم شايفين معايا. عايزين نعمل احلى باتون ساليه، وعايزه اعمل احلى بقسماط من عجينه واحده، يبقى كده خبطنا عصفورين بحجر، عملنا الباتون ساليه والبقسماط عجينه، ولا جبنا بقى عجينه ورجعنا عجننا من الاول ولا حاجه، لا، كله بنعجنه في وقت واحد. ازاي هنشوف، بس كملي معايا لاخر الفيديو وهنشوف هنعمل ايه اهو. بدات اعجن كده اهو خالص عشان ما اطولش عليكم بقى. هبتدي بقى كل ما هتعوز ميه هبتدي ارشها، بس العجينه كده عايزه ميه تاني، حاجه بسيط خالص. انا مش عايزه العجينه تبقى
يعني تبقى مش قاسيه ولا لينه قوي، لا قاسيه قوي ولا لينه قوي. اهو بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. معرفش انا ما بحبش اعجن بالويسك ليه، بحب اعجن بالمعلقه الخشب. سبحان الله، كل واحد حسب ما بيرتاح بقى. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو بدات تتماسك اهي. خلاص تمام كده قوي، تمام قوي قوي قوي، بس قشطه قوي. لسه في شويه ميه كمان هنا، كمان هنرشش برده، هنرشش رشاشه كده بالراحه بحرص عشان الميه ما تزيدش قوي. اهو زي ما انت شايفين، تفضلي كده ايه تحايليها كل ما تعوز ميه. لقيتي العجينه بهوقت منك ممكن ترشي لها شويه دقيق، تخلي شويه جنبك حبه دقيق كده ايه برده في الاحتياط. اهو بدانا نخلط خالص اهو بسم الله ما شاء الله اهي. تحت اهو في جواف، هنبدا نلمه مع بعضه خلاص. ولا هتعوزي بقى عجان ولا عادي، ده كيلو دقيق وهتعمليه انت على ايديكي، مفيش مش محتاج ان احنا نطلع عجان ونعمل. خلاص على كده اهو بدا خلاص العجينه بدات تمتزج خلاص وتخش تحتيها. مش عايزاها برضو مقاسيه ولا عايزاها، وبرضو مش عايزه عجين كتير عشان ما اطلعش الجلوتين اللي في قلب العجينه، عشان خاطر العجينه ما تنشفش. ما هو كل ما تعجني كل ما تطلعي الجلوتين اللي في العجينه عشان ينشف، فاحنا برضو بنعجن بحرص معايا. بس اتكونت اهي مع بعضها تمام، تماسكت اهي بقت زي الفل. بس كده حلوه قوي. طب فين بقى الباتونساليه شيف نونو اللي انت قلت لنا عليه، وانت قلتي كده انت عملتي عجينه بقسماط؟ كملي بس معايا لاخر الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعضينا. اهو بسم الله، العجين لسه مستمرين في العجين والله. اهو انا بس بلم العجينه وبسيسها، مش عايزاها تبقى مفروله ولا عايزاها تبقى مخيله تعوز حبه ميه كمان، بس خايفه تدهوق قوي. بس هنحط بحرص بسيط بس كده، حاجه بسيطه كده بحرص. قلنا لو العجينه بهوت هنجيب لها ايه شويه دقيق من عندنا ونكمل بس خلاص. بس كمان الكلام خلاص بقى حلوه قوي، حلوه من فوق لتحت. انا مش هطول عليكم واكمل العجينه دي اسيسها ونشوف هنعمل ايه بعد كده. خلاص بقى العجينه خلاص زي ما انتم شايفه كده امتزجت مع بعضها، وقسمت العجين نصين اهو زي ما انتم شايفين اهو معايا. ادي نص وادي التاني، النص ده هعمله بقسماط والنص التاني هعمله باتونساليه. بقى هعمل بقى ايه، هجيب كمون حصى كده، بس خلي بالكم يكون نوعيه الكمون كويسه عشان ما يكونش في حاجه ناشفه تتعب او تدوس تحت ضرسك في الاكل. وهجيب كيس كاتشب زي ما انتم شايفين كده. فين الكيس؟ حطيته اهو. كيس كاتشب زي ما انتم شايفين كده، وابتدي انزل كده ايه على العجين اهو. حطيت معلقه كمون كويسه كده ومعلقه كاتشب. بعد ما عجنتيها شيف نونو مفيش مشكله، هنحايل برده العجينه وهنرجع لها، بدل ما نقعد نعجن ونرجع تاني، لا هنعملها مره واحده وخلاص على كده. شايفين كده اهو. عايزه الكاتشب تاني هنحط لها برده اهو. دخل الكمون كله في العجين مع الكاتشب مع زي الفل العجينه زي الفل اهي ماشيه زي المزيكا اهي. بتهيألي انا عاوز كيس كاتشب كمان اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. كمون مع الله، ريحه الكاتشب طلعت جميله قوي، طلعت العجينه بعجينها ريحه قوي الكاتشب. كمون مع الكاتشب طلعت جميله قوي تمام كده زي ما انتم شايفين. عاوزت كيس كاتشب تاني هحاول برده ايه هديه. مش هكتر في الكاتشب قوي، بس هي برده بتديلها نكهه حلوه معايا اهو. شويه صغيرين، معلقه صغيره اهي معايا. وهبتدي بقى ايه اطلع بقى همي في العجين اهو. انا عايزاها اللون بس الكاتشب ده يطلع كده يدي اللون الريد الاحمر علشان اعمل احلى باتونساليه مع بقسماط النهارده. وهسيبها بقى ايه، احنا في جو الشتاء دلوقتي جو برد. عايزه كاتشب عايزه كاتشب بس خلاص. انا بحايلها بالراحه والله عشان انا عملت العجين ما عملتوش على الجاف، عجنتها عشان ما اعملش بقى 100 عجينه بقى ومع بعضها، لا عملت عجينه واحده وقسمتها نصين اهي زي ما انتم شايفينها. بس احاول برده مش عايزه اعجن على قد ما اقدر عشان ما اطلعش الجلوتين من الايه من العجين. بس كده خلاص تمام التمام. وهسيب العجينه بقى ترتاح والعجينه الثانيه ترتاح اهو. ادي نص
وادي نص، دي البلاك، دي اللي هي الصفرة دي، ودي الريد الحمر. وهسد اسد حلوه اسد دي اشد عليهم الستريس كده واسيبها بقى ايه لحد ما تختمر وتطلع وتتضاعف في الحجم. بس انا شايفه ان الاثنين هيمتزجوا مع بعض، فانا الافضل بقى عشان اعمل بقى ايه حركه ابره كده. ادي دي ماده دهنيه كده عشان ما تلزقش. صينيه كده اجيبها واروح عامله بسم الله. الفرشه ما ركبتش ايدها مش مشكله هنشوف. بسم الله كده اهو. ابتدي كده ادهن ماده دهنيه في الصينيه كده 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 علشان العجينه ما تلزقش، واروح هوب حاطه دي كده والتانيه بعيد عنها عشان ما يلزقوش في بعض، وبغطا او اشد استرتش زي ده كده عليهم، او غطا مفيش مشكله، غطا حله، واسيبهم ساعتين او اسيبهم يعني من حوالي، بص احنا في شتاء لما لحد ما تختمر العجينه مننا من ساعه ساعتين نص ساعه حسب بقى الجو اللي عندكم، حسب بروده الجو. يلا تسيب العجينه تخمر ونشوف هنعمل ايه النهارده مع احلى بقسماط وباتون ساليه. سلام عليكم. شايفين بقى العجينه؟ فاكرين كان حجمها قد ايه؟ متضاعف حجمها اهو. بصوا زي ما انتم شايفين اهي، وبقت لينه. وهنبتدي نشكل. ادي عجينه الباتون ساليه وادي عجينه البقسماط، نبتدي نشكلهم بقى ونسويهم ونعمل ان شاء الله احلى بقسماط واحلى باتون ساليه. زي ما وريتكم بقى العجين اختمر ازاي واتضاعف ازاي. هنبتدي بقى في التشكيل. عشان اشكل بقى العجين هبتدي اعمل كده زي ما انتم شايفين رول كده معايا، ودهنت الصاج زي ما انتم شايفين كده بماده دهنيه زيت، تمام. وهبتدي هعمل رول البقسماط او الباتون ساليه. تعمليه رخيم تعمليه رفيع بقى دي حاجه بترجع لك. هبتدي بقى زي ما انتم شايفين كده هبتدي ارول 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 كده رول 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 معايا لحد ما اشكل الباتون ساليه او البقسماط. ادي اول حاجه اهو. تبقي تقطعيه رفيع صغير اهو. نبتدي بقى الرز معايا على الصاج، وتبتدي بقى تعملي كده تفردي وهي تسيسيها تيجي معاكي العجين كده اهو زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. وابتدي اقطع معايا اهو على الصاج زي ما انتم شايفين. هاخد بقى عجين هنا قصادي عشان تشوفوا الرص وتشوفوا التشكيل ازاي اهو معايا. وابتدي ارول بسم الله اهو. ارول الباتون ساليه. انا بدات بالباتون ساليه الاول تمام، وبعد كده هنبتدي بالبقسماط. على فكره دي حاساها كده رفيعه، قصدي حاساها يعني تخينه، حته تخينه وحته خفيفه. لا عشان السوا يبقى كويس، مفيش واحده تتحروق وواحده تبقى رفيعه. لا نبدا بص بقى نصها بالطول بلاش العرض، خليها بالطول خليها بالطول، مش حته رفيعه بلاش منها تمام. هبتدي بقى ارول بقى كده زي ما انتم شايفين ايه قطع الايه الباتون ساليه اهو. شايفين التشكيل شكله زي، مش عايزه اطول عليكم الفيديو ها. التشكيله دي كنتوا شفتوها عاملين ازاي وانا بقطع ازاي اهو. وبعد كده هنديله بقى دهنه وش ونحط له بقى، لا ده مش هنحط له سمسم، لا ده ممكن تحطي له جبن وممكن لا، حسب بقى ايه حسب الرغبه معايا اهو. هبتدي بقى رول، مش عايزاها رفيعه قوي برده وتخينه قوي عشان برده ما تتحرقش اهي. بسم الله اهو زي ما كده. هنسويه على درجه حراره 170 عشان قلبه يستوي، عشان يبقى قلبه مستوي معايا اهو. اديني برول اهو الباتون ساليه بدات بيه، وهعمل صاج بقسماط يعني صاج وصاف ده وده، ونشوف ده ونشوف ده عشان لسه البقسماط هنديله وش الدهنه كده ونحط له سمسم. اظبطيها بقى كده اظبطيها كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. مش عارفه انا عامله اشكال كده غريبه. انت بقى التشكيل ليكي الراحه. عملت العجينه لسه ما ارتاحتش ولا ايه؟ هنسيبها بقى على ما نرصها ترتاح، وهي كده كده اصلا اتخمرت بقت زي الفل معايا اهو اهو اهو. ونشكلها ونقعد نقطعها مسويه من الجناب من الاطراف كده. وابتدي بقى ارص معايا الباتون ساليه. اخلص تشكيل بقى واوريكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. شكلت العجينه زي ما انتم شايفين بقى، عملتها زي ما قلت لكم كده رول، ومليت الصاج كده وعملته بماده دهنيه، وهبتدي احطه في الفرن على درجه حراره من 170 ل 180. شكلنا بقى كل الباتون ساليه وفاض منه حتتين، دخلناه مع البقسماط كمان اهو، وعملنا برده البقسماط. حبيت بقى احط عجينه البقسماط برده نفس السكه نفس التكنيك ده. في باتون ساليه كمان خليها بقى على جنب. بص اهو هدور لها رف اهي مفيش مشكله اهي زي الفل اهو. رليناها وعملناها. هنعمل بقى البقسماط زي ما انتم شايفين كده برده رول اهو. تفضلي بقى تروليها كده على الرخامه اهو. والسايسين العجينه كويسه على فكره مريحه. بس البقسماط بقى لسه هنعمل له بقى ايه سمسم، وهنعمل له وش
بس بعد ما اخلص رص كده واخلص العجينه والله حبيت اوريكم بس الرول البقسماط يبقى ازاي. بعد كده هنعمل بقى الوش والسمسم للبقسماط. اللي حابب يحط جبن على وش الباتون ساليه، بس انا كده هكتفي بالكمون والكاتشب اللي فيه، طعمه حلو قوي مديله نكهه حلوه. تمام. وابتدي بقى ارول كده ايه، شايفين كده كويس؟ يا رب تكونوا شايفين، اكيد شايفين ان شاء الله. شايفين؟ ابتدي ارول كده ايه البقسماط وابتدي اقطع. معايا البقسماط لازم يكون ايه، بيبقى تخين شويه على الباتون ساليه، ولا ليكي له حريه بقى تعمليه رفيع تخين، انت بقى ايه وايه وذوقك. هتبتدي تروليها كده، واللي فيه بقى ايه تساوي العجين كده بالسكينه ونبتدي نرص في الصاج. معايا اقطع قطع كبيره صغيره مش مشكله، والرول كده كده بيفضل يفرد، ونقطع منه الايه اللي احنا عايزينه. نفضل نسيسها كده، وبعد كده بقى نديلها دهنه وش والسمسم. واللي حابب يخليها من غير سمسم مفيش مشكله، ليكي مطلق الحريه عادي، في بقسماط من غير سمسم عادي. تمام. اهو نبتدي بقى كده ايه اهو ناخد البقسماطه كده ونرص. معايا حاساهم كده، لا كده اخدهم على بعض كده عادي. ابتدي اسيسهم برضو اهو اسويها كده بالسكينه عشان تبقى متساويه اهي. ابتدي اقصها. اخلص بقى بقيه الصاج ونكمل بقى ونشوف هنعمل ايه. جبت بقى معلقه عسل اسود كده وحطيت عليها ميه كده زي ما انتم شايفين كده، واقلبها كويس. ليه بقى؟ انا عايزه اعمل للبقسماط ده شويه سمسم. فهعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبل كده الفرشه زي ما انتم شايفين اهو. شيل بس المعلقه دي، خلاص كده انتهت امرها، انتهت خلاص مهمتها، مش عاوزين. واروح بقى ايه دهنه وش البقسماطه كده. البقسماط بس، الباتون ساليه لا، ممكن احط الباتون ساليه جبنه رومي، بس انا هكتفي بقى زي ما قلت بالكاتشب والبتاع اللي هو الكمون اللي احنا حاطيناه. تمام كده كفايه كده اهو. بصوا بروح دهنه ايه وش البقسماط كده اهو. معايا بقسماط بس عشان ما لقيتش شويه دول بقى حطيتهم مع البقسماط ده كام باتون ساليه دي، انا عشان ما اعرفش اوسخ كل السجار. هرش حلوه وارص وشها كده، واروح دهنها معلقه عسل على شويه ميه، وابتدي اوزع بقى السمسم على وش البقسماطه كده 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 كده. طبعا انتوا شايفين كده، يا رب تكونوا شايفين كويس اهي كده. ابتدي بقى جايبه السمسم كده اوزع على وش البقسماط اهو ابتدي كده 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 كده. وممكن امسك البقسماط اخدها واحطها في قلب السمسم، فانا هكتفي بالحركه دي بقى، بحب اعمل الحركه دي مريحه بالنسبه لي اهو. وعلى وش البقسماطه كده، وهبتدي اوزع السمسم اهو. دي بقى عشان دي بقسماط اهي كده اهي، بقى بقسماط بالسمسم. ممكن الحبيب يعمله ساده برده مفيش مشكله، كل واحد براحته اهو زي ما انتم شايفين. هاجي بقى على الصاج التاني برده اهو. ابتدي برده اروح بقى اللي هو معلقه عسل اسود بميه، بنقطه ميه كده صغيره، واروح ايه مديه دهنه الوش كده للوش البقسماط، واروح دهنه وشها كده زي ما انتم شايفين اهو بس مش عايزه اغرق الدنيا عشان ما تلزقش، بس ما تحرقش الصاج اهو. لو طلتوا تمسحوا الصاج امسحوه عشان بيحرق في الاخر من العسل ده، بس انا مش عايزه انقط بقى كده على الصاج عشان خاطر ما يحرقش. عايز ما يعملش ريحه شياط في التسويه، بس هو مفيش اي مشاكل يعني، شغال اهو زي ما انتم شايفين. اديها دهنه زي ما انتم شايفين كده 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 على البقسماطه اهو. هبتدي برده اوزع تاني نفس التكنيك على البقسماطه بالسمسم اهو. بمشي كده ما بين صباعيني وامشي بعمل الحركه دي كده كده، اسهل واسرع اهو عايزه تسيبيها من غير سمسم مفيش مشكله، عايزه تخليها ساده مفيش مشكله، ليكي بقى مطلق الحريه اهو. وزعي، وممكن تحطي حبه البركه كمان لو حابه، الله يبارك فيكم. بس كده اهو خلاص. انا حطيت صف الفرن كده باتون ساليه بيستوى، هيطلع قرب يطلع اهو. انا ابتدي بقى ارمي دول كمان، واول ما يستوى بقى خلاص على كده بقى، يعني هو يعني مش هياخد ربع ساعه كمان، مش هياخد ربع ساعه في التسويه. هبقى ايه هوريه لكم. يلا نحطهم في الفرن يستووا ونشوف هنعمل ايه. اهو طلعت الصاج الباتون ساليه، بس انا استعجلت عليه سبته تخين شويه، وانتوا بقى رفعوا زي ما انتوا عايزين زي ما انتوا حابين، وهسيبه بقى يهدى من النار. ادي اول واحد صاج طلع اهو، ولسه اللي ده الباتون ساليه، بس انا عاملاه تخين شويه. اللي حب يعمله رفيع، اللي حب يعمله التشكيل ده بقى لكم مطلق الحريه. لسه التانيين هيستووا واوريه لكم
بسم الله. ده كان فيديو النهارده عن البقسماط والباتونساليه. ادي الباتونساليه وادي البقسماط. عايزه اقول لكم هم دول اللي فاضوا لما العيال طلعت السجان بقوا عمالين اللي يطلع عمالين ياكلوه. ده اللي لحقت اصوره فينهم بقى. يلا ادي بقى فيديو النهارده ازاي تطلعي من عجينه واحده عجينه الباتونساليه والبقسماط. يلا ما تنسوش تدعمونا في قناتنا الجديده قناه منى وشيف. السلام عليكم.